السلام عليكم ورحمة الله. أول ما فكرت وسألت نفسك كده وأنت فاتح أي موقع على النت زي فيسبوك مثلا، هي الصفحة دي اتعملت واتبنت إزاي؟ الكلام اللي موجود فيها اتكتب إزاي ومتظبط كده؟ الصور اللي ظاهرة دي إزاي مظبوطة كده وفي مكانها؟ كل ده بيبدأ بحاجة واحدة بس، هي HTML. في الفيديو ده هقولك يعني إيه HTML وبتعمل إيه، وليه هي أول خطوة لأي حد ناوي يدخل مجال البرمجة أو تحديدا مجال الفرونت إند، و HTML تشتغل إزاي، وليه لازم تبدأ ب HTML. وإن شاء الله دي هتكون بداية سلسلة فيديوهات نتعلم فيها مع بعض HTML من الصفر لحد ما تتقن معايا اللغة، وبعدها إن شاء الله ندخل على CSS وجافا سكريبت. الأول عايزين نعرف يعني إيه HTML. HTML اختصار ل Hypertext Markup Language. ما تقلقش من الاسم التقيل ده، لأ، لأن HTML هي أصلا مش لغة برمجة بالمعنى التقليدي المعروف، هي لغة بنبني بيها هيكل الصفحة وبس، عامل كده زي الهيكل العظمي للإنسان، مش بيتحرك لوحده، بس من غيره مفيش جسم أصلا. تاني حاجة عايزين نعرف HTML بتعمل إيه بالظبط، والصفحة نفسها بتتكون من إيه. أنت باستخدام HTML تقدر إنك تكتب عناوين أو فقرات أو تحط صور أو تحط لينكات، تعمل قوائم أو جداول. أي حاجة أنت بتشوفها في الصفحة HTML ليها دور فيها. بس خلي بالك HTML لوحدها شكلها بيكون بسيط جدا، عامل زي كده الوورد بس الويب، مش كفاية عشان تصمم الموقع لوحدها، وعشان كده بيجي بعدها CSS وبعدها جافا سكريبت. تمام، خلينا دلوقتي نتعرف ونبص مع بعض كده على صفحة الويب بقينا مستخدم بتتكون من ايه. اي صفحة HTML بتتكون من ايه في الدنيا؟ بتتكون من 3 اجزاء اساسيين. اول جزء وهو الهيدر، وده الجزء اللي فوق غالبا بيبقى فيه اسم الموقع واللوجو وشريط البحث والتنقل. تاني جزء في محتوى الصفحة هو البادي، وده اهم جزء لان هنا بتقدر انك تحط العناوين والنصوص والصور واي محتوى المستخدم داخل عشانه. والتالت جزء هو الفوتر، وده الجزء اللي تحت خالص، وغالبا ده بيبقى فيه حقوق النشر، لينكات اضافيه كده، معلومات عن الموقع. بشكل مبدئي كده خلي الفكره دي في دماغك، اي موقع بيكون من 3 اجزاء، فوق ووسط وتحت. في الفيديو الجاي هنشوف الكلام ده بيتكتب ازاي بالكود خطوه خطوه. تالت حاجه معانا ال HTML اللي بتشتغل ازاي. ال HTMل شغاله بحاجه اسمها تاجز. اي عنصر في الصفحه بيتكتب بين تاج فتح وتاج قفل، زي H1 الهيدر ده بتكتب فيه مثلا عنوان، والبي تكتب فيه مثلا نصوص اي فقره. المتصفح بيشوف التاج ده ويفهم ان ده عنوان وان ده نص عادي، بيقدر انه يفرق بينهم، وده بقى اللي بيخلي اي صفحه تظهر انها مترتبه ومفهومه. رابع حاجه ليه لازم تبدا ب HTML. بص، اي حد ناوي يبقى ويب ديفلوبر او فرونت اند او حتى ويب ديزاينر لازم يبدا ب HTML. طب ليه لازم يبدا ب HTML؟ اولا لان هي سهله في التعلم، مع سهولتها دي انت هتديك ثقه كده في البدايه انك تكمل، وهتخليك بعد كده انك تكون فاهم في الويب ماشي ازاي. فانت من غير ال HTML هتحس انك كده بتبني دور من غير اساس. طيب عايزين دلوقتي نعرف ايه علاقه ال HTML بال CSS والجافا سكريبت. الاول خلينا نبسطها كده ونقول ان HTML هي عباره عن هيكل، وال CSS عباره عن الشكل، والجافا سكريبت هي الحركه والتفاعل. في ال HTML مثلا في الصفحات بقى، صفحات الويب، تقدر تقول في ال HTML ان ده زرار اتعمل بال HTML. في ال CSS تقدر تقول شكل ولون الزرار ده عامل ازاي. والجافا سكريبت هو اللي تقول تسأل على الزرار ده لما بضغط عليه بيحصل ايه. فانت لو ما صممتش الزرار ده بال HTML اولا، فانت ال CSS والجافا سكريبت الباقي دول مالوش معنى. وبس كده كفايه الفيديو ده كان مجرد مقدمه بس كده لكورس ان شاء الله نبدأ مع بعض. في الفيديو الجاي هنكتب اول صفحه HTML من الصفر خطوه بخطوه. ولو حابب تبدا معايا السلسله دي اعمل لايك وسبسكرايب، اكتب لي في الكومنتات اول مره سمعت عن HTML امتى، وانت ناوي تتعلم برمجه ليه. سلام.